للفارس الابيض امام وليد الركراكي صاحب ال41 عام. امامنا اوجوستو ايناسيو اللي بدأ مبارياته مع الزمالك امام انبي في الدوري. وادي يعقوب الحمادي حكم اللقاء الاماراتي، وبيعاون كل منا الاماراتي احمد الرشدي واليمني علي محمد احمد، والحكم الرابع هو الاردني ادهم مخدمه. ونادي الفتح الرباط المغربي على شمال المقصوره بزيه الاحمر في اسود. الهجمه من ناحيه الشمال، وادي احمد رفعت والعرضيه، واول هجمه اول دقيقه اول هجمه زملكاويه، عايز يصالح جماهيره، عايز يحقق نتيجه ايجابيه، لكن مكمل نادي الفتح في الكونفدراليه الحقيقه، وصعد كتاني المجموعه الاولى بعد الافريقي. نشوف شيكابالا دخل جوه 18، الخطوره للزمالك، شيكا والعرضيه بيمينه، لكن يمينه غير شماله، حققوا 7 مرات. ادي الهجمه من ناحيه اليمين، تعدي كوره في منتهى الخطوره، نادي فتح رباطي لو عدت خطر، لو عدت خطر، ينسان تترد مره ثانيه، وجول. جول الهدف الاول لنادي الفتح رباطي عن طريق لامين دياكيتي اليفواري القادم من الدفاع الحسني الجديدي صاحب 26 عام. الخطأ واول كوره واول هجمه مغربيه يحرز اسرع هدف في البطوله، اسرع هدف في النسخه 27 في البطوله العربيه مصر 2017. بقول لحضراتكم تخطى هدف توفيق عدادي على طول، تسديد احمد الشناوي بيحاول عليها، خد على الطاير فيرست تايم اللاعب لامين دياكيتي اليفواري، وهدف اول لنادي الفتح الرباطي. بقول لحضراتكم النتائج حتى الان. النهارده ادي شيكا الكره القطريه عند ابراهيم عبد الخالق جوه 18 فيها الخطوره، ابراهيم 1 على 1 1 على 1، ابراهيم العرضيه تترد الباسم للي ورا، معروف التسديده فين بجوار القائم. تسديده معروف يوسف دايما بتعمل سويرف، دايما بتلف، عشان كده لازم يعمل حسابه وهو بيسدد. في نص الملعب بدر لفوزير، الخطوره فوزير بيفكر في التسديد، فوزير التسديده فين؟ فوق العارضه، تطلع ضربه مرمى. اقول لحضراتكم دريبلر قوي جدا يقدر يتعادل قبل نهايه الشوط الاول. معروف يوسف براسيه عند باسم، راسيه عايز يوصلها لابراهيم عبد الخالق، وضربه جزاء، ضربه جزاء معاها صيحات الجماهير في استاد الاسكندريه، بيديها حكم اللقاء يعقوب الحمادي. واحنا لسه بنقول على المباريات اللي ادارها تحكيميا، بيدي ضربه الجزاء اللي مصمم عليها باسم منذ بدايه اللقاء. بيحصل نادي الزمالك، ادي الكره الاماميه، ولكن هل مديها لمسه يد؟ اعتقد مديها لمسه يد، اعتقد مديها لمسه يد. باسم ومجيد وصفاره حكم اللقاء، باسم ومجيد، وجول. جول، لكن صفاره من حكم اللقاء، صفاره من حكم اللقاء. بيقول للاعبي الزمالك دخلوا جوه 18 قبل تسديد باسم، حطها على شمال ايمن مجيد بشكل مميز جدا. بالفعل ده بصوا فين ابراهيم عبد الخالق، ابراهيم عبد الخالق داخل يشوط مع باسم مرسي، يعني على نفس الخط تقريبا مع باسم مرسي. حكم اللقاء بيرجعها مره ثانيه، وكان حسني فتحي متقدم. باسم ومجيد، وجول. جول على يمينه المره دي، واحده على شماله ما اتحسبتش، اللي على يمينه بتتحسب. هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقه 43 عن طريق باسم مرسي. هدف مهم جدا للزملكاويه قبل نهايه الشوط الاول. 1-1 وعدت الدقيقتين خلاص، وبالفعل بيطلق يعقوب الحمادي حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. تقدم للفتح رباطي لامين دياكيتي في الدقيقة 8. الدقيقة 43 باسم مرسي من ضربة جزاء بيحرز هدف التعادل لنادي الزمالك. أعزائي مشاهدي أون سبورت، استراحة قصيرة على أمل العودة مع أحداث الشوط الثاني. عودة للاستوديو مع الكابتن سيف زاهر ونجوم تحليل أون سبورت. تحياتي مؤمن حسن. أعزائي المشاهدين، مع أحداث الشوط الثاني في رابع لقاءات البطولة العربية، اللقاء اللي انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المجموعة الثانية اللي بتقام على استاد الإسكندرية. حضراتكم النصر السعودي مع العهد اللبناني 1-1. وشوط أول من هذا اللقاء تقدم للفتح رباطي لامين دياكيتي بهدف أول في الدقيقة 8، أسرع هدف في هذه البطولة، وتعادل باسم مرسي من ضربة جزاء في الدقيقة 43. في نص الملعب احمد توفيق يتاخر في استخلاص الكوره من علي جبر، كلاكيت تاني مره
تشتيت غير متقن. ادي الاماميه، ادي الخطوره، دياكيتي جوه 18 في منتهى الخطوره. يتساب ازاي الراجل ده؟ يتساب ازاي ابو الفتوح؟ تترد الفوزير، لسه الهجمه خطر، بيعدي فوزير، بيفكر في العرضيه لكن 2-0 في لقاء الذهاب. نادي تعادل 2-2. ادي الكره الاماميه جوه 18 والخطوره من فتحي الرباطي، لكن التسديده فين؟ كان مكمل سعد الخارصه، يلعب جناح شمال خلاص في الشوط الثاني صاحب القميص رقم 27. اللعب ناحيه اليمين عند حازم امام، السرعات لنادي الزمالك، حازم وادي العرضيه عند شيكا، جول شيكابالا، مش ممكن. جول هدف رائع، هدف جميل، هدف فيه شياكة، فيه جمال، فيه روعة، فيه حرفنة. لو جبنا سيرة الحرفنة اسمك لازم يتقال. شيكابالا وحازم امام الموال من اوله موال. مش ممكن حازم امام يلعبها دياكيتي، لكن دي الاعادة اللي احنا مستنيينها. حازم امام يلعبها لشيكا، ممكن من لمسة واحدة، لكن المهارة موجودة والثقة موجودة والشومة موجودة في المرمى. هدف تاني للزمالك، هدف تاني لشيكابالا. تواجد لنادي الفتح داخل ال 18 بسبعه لعيبه. بصوا حضراتكم 7 احمر موجودين جوه 18، وعلى التنفيذ كالعاده محمد فوزير طالع المهدي خالص، ودياكيتي موجود، وفوزير بيلعب العرضيه والرأسيه تترد. الهجمه المرتده للزمالك، لكن ما زالت الخطوره، استخلاصها مره ثانيه اللاعب بدر بولهرود، تترد. طارق حامد، باسم مرسي، الادفانتج حكم اللقاء بيديها لحازم امام، وهنشوف قرار حكم اللقاء في فاول لنادي الزمالك، واكيد هيكون في قرار من حكم اللقاء مع سعد الخارصه الباك الشمال. منع حازم امام من انفراد، واعتقد في انذار ثالث في اللقاء. صاحب القميص رقم 27 سعد الخارصه بالفعل بياخد انذار. حكم الاماراتي هيدي كام دقيقه وقت محتسب بدل من ضائع. محمد فوزير المطالبه هنا بالمسافه القانونيه لحازم امام، طالع مهدي خالص، طالع دياكيتي، وطالع ابراهيم البحراوي، تتلعب على الارض. الاماميه من ايوب، ولكن تترد من محمد مجدي. لسه الخطوره، جول اللاعب الايفواري بيسجل للمره الثانيه. لامين دياكيتي من الخطا، خطا متكرر، خطا بالكربون، نفس كره الهدف الاول المرتده. ما بتلاقيش اي لاعب من نادي الزمالك انه يشتت الكوره ويحرز هدف التعادل في الوقت القاتل الدقيقة 89. لامين دياكيتي عشان يبقى أول لاعب يسجل هدفين في البطولة العربية في هذه النسخة. تترد الكورة من اللاعب نايف أكرد الفتح الرباطي، لكن ما يقدرش يعمل كنترول دياكيتي. ومعاها صافرة النهاية للسهرة الكروية الجميلة، و4 أهداف استمتعنا بيهم لنادي الفتح الرباطي. سجل لامين دياكيتي هدفين، وباسم مرسي وشيكابالا أحرز هدفي نادي الزمالك. اعزائي مشاهدي اون سبورت، شكرا لحسن المتابعه. عوده للاستوديو مع الكابتن سيف زاهر ونجوم تحليل اون سبورت. تحياتي مؤمن حسن.